جمهور عبير نعمة يحتفل بعيد ميلادها بألمانيا. احتفل جمهور الفنانة اللبنانية عبير نعمة بعيد ميلادها 44 في حفلها الذي أحيته مؤخرا في مدينة منهايم بألمانيا. تفاصيل احتفال الجمهور بعيد ميلاد عبير نعمة. شاركت الفنانة اللبنانية عبير نعمة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، أثناء احتفال الجمهور بعيد ميلادها بالحفل، والذي بدأ بعزف الفرقة الموسيقية نغمة عيد الميلاد، وبدأ الجمهور في الغناء لها والتصفيق الحار. بعد انتهاء الجمهور من الغناء، أرسلت لهم عبير قبلة عبر الهواء وقالت لهم: ميرسي كتير، مفاجأة كتير حلوة، مع كل الأمنيات اللي راح أحملها في قلبي، راح أحمل كل أمنياتكم كمان. على أمل يا ربي هالسنة تكون كل يوم فيها عيد للكل. ثم توجهت عبير نعمة لتقطيع كعكة عيد الميلاد التي أهداها لها الجمهور، وأكملت معهم الغناء في النهاية. كما كتبت على المقطع: شكرا لمدينة منهايم على الليلة التي لا تنسى، لا أستطيع التفكير في طريقة سحرية لقضاء عيد ميلادي أكثر من أن أكون على المسرح. سأحتفظ بالحب الذي شاركه الجمهور معي في قلبي إلى الأبد. في سياق آخر، كشفت الفنانة اللبنانية عبير نعمة تفاصيل تجربة طلاقها وإمكانية زواجها من جديد، خاصة أنها تحمل الكثير من الذكريات السعيدة، حيث قالت إن تجربة طلاقها كانت صعبة للغاية، ووصفت التجربة بأنها أصعب من الموت، ولكنها تعلم أن الحياة غالية ويجب أن تستمر في النهاية. وأوضحت عبير نعمة في لقاء لها مع الإعلامي محمد قيس في بودكاست عندي سؤال على قناة المشهد أن الطلاق كان تجربة أصعب بالنسبة لها من الموت، وتطرقت إلى بعض تفاصيل طفولتها وصعوبة هذه المرحلة. ولفتت عبير نعمة إلى أن الانفصال فشل بالنسبة لها لأنها لم تكن ترغب في حدوث هذا الأمر في حياتها، وتابعت أنها شعرت بأنها لا بد أن تتحدث حتى وإن مر على الأمر عامين، متحدثة عن لحظة بكائها على المسرح وإعلان طلاقها، مشيرة إلى أنها تعتبر الجمهور بيتها وشعرت بالانهيار وسط بيتها.